واحد الحاجه اللي غادي تخليك تغير بزاف، اللي هي النوفا افكت اولا التاثير ديال النوفا. التاثير ديال النوفا يقدر يخليك ما تحكمش على الحاجه من الضربه الاولى. يعني شي حاجه طرات لك في الحياه ماشي بالضروره راها خايبه، وفي نفس الوقت الا طرات لك حاجه زوينه ماشي بالضروره تكون زوينه. يعني خصك ديما ما تحكمش على الحاجه من الاول ديالها. وهذه اللي غادي نشوفوه النوفا افكت. هذه واحد القصه اللي غادي نبينوا بها هذه النظريه هذه. كاين واحد الراجل سميتو نقولوا مثلا خالد، ولكن الكلب ديالو كان سميتو النوفا. واخا النوفا هي اللي داير عليها هذا البلان هذا. واحد المره كانوا غاديين في الغابه، غاديين هو والكلب ديالو بخير ترونكيل، حيت شويه ويخرج واحد الارنب من واحد الشجره. الكلب شافوه بالطبيعه ديالو مشى كيتبع داك الارنب. الراجل عيا ما عيط للكلب ديالو اجي 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 والو ما رجعش. هذاك الكلب اللي هو نوفا عاد تابع داك الارنب من واحد المسافه اللي طويله بزاف. وفاش دار داك الكلب كيلعب للارنب فات عليه ما لقاش. هذه حاجه طبيعيه، الارنب كيجري بزاف وفاش كيدور ما كيلقاش مولاه. هذاك مولاه اللي هو نقولوا خالد هي معلب على نوفا ولكن ما لقاش، والكلب حتى هو كيعلب على مولاه اللي هو خالد وما لقاش. دونك الراجل بقى واحد النهار كامل تمايا كيعلب في الغابه وما لقاش الكلب ديالو. فقد الامل، رجع للدار وهو مخبط وكيقول شوف انا انحس واحد حتى ما كانش خرج داك الارنب ما كانش غيتلف ليا الكلب ديالي نوفا. واحد المده واحد النهار كيسمع الدقان في الباب، شي واحد كيدق عليه، كيفتح كيلقى واحد البنت زوينه وجايبه له الكلب معاها نوفا. قالت له واش هذا الكلب ديالك؟ قال لي ايه. هنا فرح بزاف وبقى كيهضر مع ديك البنت وكيدي يجيب معاها في الهضره. في الاخر كيكتشف ان ديك البنت هي اللي غادي يكمل معاها حياته من بعد ما تفاهموا بالطبع. ويفرح قال اذا انا ماشي انحس واحد حتى ما كانش بان داك الارنب وتلف لي الكلب نوفا ديالي ما كنتش غنطلق هاد البنت، اذا انا راه اسعد واحد وعندي الزهر. فوالا بقى كيهضر مع ديك البنت. واحد النهار غيجي النهار اللي غيمشي يخطبها من الدار ديالهم. هو غادي في الطريق باش يخطب داك البنت، غادي يدير واحد كسيده وما غادي يحل عينو الا في السبيطار. هنا فاش غادي يحل عينو في السبيطار وغيلقى راسو مضروب غادي يتخبط بزاف. يقول حتى ما كانش بان هاد الارنب وما كانش تلف لي الكلب ديالي وما كنتش طلعت هاد البنت ما كنتش غنمشي نخطبها تندير هاد القصيده هادي. دونك انا انحس واحد ما عندي زهر. فوالا هو حكم على القضيه. هو غادي يجي عند الطبيب يقول له عندي لك جوج ديال الاخبار. الخبر الاول هو انك درتي قصيده وهذه راه باينه وحنا عالجنا لك الجروح ديالك، ولكن الخبر الثاني اللي زوين هو ان بسبب هاد القصيده اللي درتي اكتشفنا عندك واحد الورم في الراس، وديك الورم مازال يلاه بادي. بما اننا اكتشفنا في البدايه ديالو غنقدروا نعالجوك، اذا بسبب هاد القصيده قدرنا نعالجوك من هاد الورم اللي كان خاطئ. قال انا اسعد واحد بسبب الارنب اللي بان ونوفا اللي تلف والبنت اللي لقاتو، وبسبب انني ماشي نخطبها ودرت هاد القصيده راه بان ديك الورم الخطير اللي كنت نقدر نموت به. اذا انا هو اللي عندي الزهر وانا اسعد واحد. والعبره من هذا الشيء كامل هو انك ما عمرك تحكم على الحاجه من الضربه الاولى، غير طرات لك صافي راها خايبه، خليها حتى تكمل ونشوفوا النهايه ديالها كيفاش غادي تكون.